السلام عليكم. قبل أن نبدأ الرحلة طنطن زر الإعجاب واشترك في القناة وطنطن زر الجرس كي تتوصل بكل جديد أنشره. وهيا بنا لنبدأ. في سنة 2026 لم تعد القوة الجوية المغربية مجرد عنصر دعم عسكري، بل أصبحت أحد أهم ركائز التوازن الاستراتيجي في المنطقة، نتيجة رؤية واضحة تقوم على التحديث المستمر والتنوع الذكي في مصادر التسليح والاعتماد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية عالمياً. القوات الملكية الجوية المغربية دخلت مرحلة جديدة، مرحلة لا تقوم فقط على عدد الطائرات، بل على نوعيتها وقدراتها القتالية ومرونتها في تنفيذ مختلف المهام الجوية، من السيطرة الجوية إلى الضربات الدقيقة والاستطلاع المتقدم والدعم المباشر للقوات البرية. المغرب اليوم يمتلك أسطولاً جوياً متنوعاً يجمع بين المقاتلات الحديثة والطائرات المسيرة المتطورة والمروحيات الهجومية القوية، وهو تنوع مدروس يمنح القيادة العسكرية قدرة عالية على التعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء في الدفاع عن المجال الجوي أو في تنفيذ عمليات دقيقة وسريعة. هذا التطور لم يأتي صدفة، بل هو نتيجة سنوات من التخطيط والتعاون العسكري مع قوى كبرى والاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا. من بين الطائرات التي يعتمد عليها المغرب نجد الطائرات المسيرة التي أصبحت عنصراً أساسياً في الحروب الحديثة. من بين الطائرات التي يعتمد عليها المغرب نجد الطائرات المسيرة التي أصبحت عنصراً أساسياً في الحروب الحديثة. طائرة بايركتار TB2 مثلاً أثبتت فعاليتها في المراقبة المستمرة وتنفيذ ضربات دقيقة بأقل تكلفة، ووفرت للقوات المسلحة قدرة كبيرة على مراقبة الحدود والمساحات الواسعة دون المخاطرة بالطيارين. إلى جانبها تأتي الطائرة الأمريكية MQ-9B سكاي جارديان، وهي من أقوى الطائرات المسيرة في العالم، قادرة على التحليق لساعات طويلة جدا وجمع معلومات استخباراتية دقيقة وتنفيذ ضربات جراحية بأسلحة ذكية، ما يمنح المغرب تفوقا كبيرا في مجال الاستطلاع والسيطرة المعلوماتية. ورغم أن بعض الطائرات تعود إلى أجيال أقدم مثل F-5 تايجر 3، إلا أن المغرب لم يتخلى عنها، بل اختار طريق التحديث العميق. هذه الطائرات خضعت لبرامج تطوير شملت أنظمة النلاحة والرادارات وقدرات التسليح، ما جعلها قادرة على تنفيذ مهام قتالية محددة بكفاءة محترمة، خاصة في مهام الدعم والتدريب والاعتراض الجوي. كما عزز المغرب قوته الجوية بطائرات ميراج 2009، وهي نسخة متقدمة جدا من الميراج الفرنسية حصل عليها من دولة الإمارات. هذه الطائرات تتميز بأنظمة حرب إلكترونية حديثة وقدرات عالية في القتال الجوي والهجوم الأرضي، وتشكل إضافة نوعية تمنح سلاح الجو مرونة أكبر وتنوعا في أساليب القتال. ولا يمكن الحديث عن التفوق الجوي دون التطرق إلى المروحيات الهجومية، وعلى رأسها AH-64E أباتشي جارديان، التي تعتبر أقوى مروحية هجومية في العالم. دخول الأباتشي إلى الخدمة في القوات الملكية الجوية منح المغرب قدرة نارية هائلة في دعم القوات البرية بفضل صواريخها الدقيقة وأنظمة الاستهداف المتطورة، وقدرتها على العمل ليلا ونهارا وفي مختلف الظروف الجوية، ما يجعلها عنصر حسم حقيقي في أي مواجهة برية. لكن العمود الفقري الحقيقي للقوة الجوية المغربية مقاتلات F-16. هذه الطائرات ليست مجرد مقاتلات متعددة المهام، بل هي منصة قتالية متطورة خضعت لعمليات تحديث شاملة. النسخ F-16CD بلوك 52 بلس التي يمتلكها المغرب تم تطويرها إلى معيار فايبر، وهو أحد أحدث المعايير عالمياً، حيث تم تزويدها برادارات AESA متقدمة وأنظمة حرب إلكترونية حديثة
وقدرات عالية على استخدام الأسلحة الذكية بعيدة المدى، ما جعلها قادرة على مجاراة مقاتلات أحدث منها من حيث الأداء القتالي. ورغم كل هذه القوة، فإن الطائرة التي تتصدر المشهد وتحتل المركز الأول كأقوى طائرة في القوات الملكية الجوية المغربية هي بلا منازع F-16 بلوك 72. هذه المقاتلة تمثل قمة ما وصل إليه تطوير الجيل الرابع المعزز، وتجمع بين السرعة والدقة والتكنولوجيا المتقدمة. رادار AESA الخاص بها يمنحها قدرة فائقة على اكتشاف الأهداف الجوية والأرضية من مسافات بعيدة، وأنظمة الحماية الإلكترونية تجعلها أكثر قدرة على البقاء في بيئات قتالية معقدة، كما أن تسليحها الذكي يمنحها قدرة تدميرية عالية بدقة كبيرة. F-16 بلوك 72 ليست مجرد إضافة عددية، بل هي نقلة حقيقية تعزز التفوق الجوي المغربي وتمنحه قدرة ردع قوية. هذه الطائرة قادرة على تنفيذ مهام التفوق الجوي والهجوم الأرضي والاستطلاع في آن واحد، ما يجعلها القلب النابض لسلاح الجو المغربي في المرحلة القادمة. وفي النهاية يمكن القول إن قوة القوات الملكية الجوية المغربية لا تكمن فقط في امتلاك طائرات متطورة، بل في الرؤية الشاملة التي تجمع بين التحديث المستمر والتنوع في مصادر السلاح، والتكامل بين المقاتلات والطائرات المسيرة والمروحيات الهجومية. المغرب اليوم يبني قوة جوية حديثة متوازنة وقادرة على حماية سيادته والدفاع عن مصالحه الاستراتيجية بثقة واحترافية. ومع دخول طائرات مثل F-16 بلوك 72 إلى الخدمة، فإن سلاح الجو المغربي يؤكد أنه لا يواكب التطور فقط، بل يضع نفسه في موقع متقدم إقليميا ويؤسس لتفوق جوي طويل المدى. وحاليا المغرب يوجد في مرحلة مفاوضات متقدمة مع الولايات المتحدة لاقتناء مقاتلات شبحية من الجيل الخامس F-35 لايتنينج 2 في إطار تعزيز قدراته الجوية ورفع مستوى الردع العسكري في منطقة شمال إفريقيا وغرب البحر المتوسط. وتشير المعطيات المتداولة إلى رغبة المغرب في اقتناء سرب يضم نحو 32 طائرة مقاتلة ضمن صفقة تقدر قيمتها بحوالي 17 مليار دولار، تشمل تكاليف الشراء والتدريب والصيانة والدعم اللوجستي طويل الأمد. وتوصف المفاوضات الجارية بأنها وصلت إلى مراحل استراتيجية متقدمة، ما يعكس توجه المغرب نحو امتلاك تكنولوجيا عسكرية متطورة تعزز مكانته كقوة جوية إقليمية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم عبد الجليل صاحب قناة الأسد الحديدي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد فور نزوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.